هو أنا أبقى أم وحشة لو حسيت إن أنا مش قادرة أدي ولادي حاجة دلوقت، مش قادرة أسمعهم، مش قادرة أتفهم، مش قادرة. ده سؤال عميق وحقيقي وموجود في حياة كل أم، في دماغها كده بيفضل السؤال يجي في الأوقات اللي بتبقى فيها مش قادرة. وهنا دايما بتكلم مع الأم إنه بدل ما نفعل الشعور بالذنب ان انا مش قادره اسمعهم فانا حاسه بالذنب فنلف في دايره من الذنب، نفعل اللطف والرحمه. يعني ايه؟ يعني انا انسانه في جوايا مساحه من البراح، المساحه دي اتملت ضغوط ومسؤوليات وحاجات. فاسال نفسي واوجه نفسي اني افعل الرحمه واللطف واقول انا محتاجه اعمل ايه دلوقتي عشان ازود مساحه البراح اللي جوايا، لان هي مليانه قوي، فمحتاجه افرغ شويه حاجات من اللي جوايا عشان يبقى عندي براح اقدر اسمع ولادي واقدر اقعد معاهم. فنفعل اللطف والرحمه بدل ما نفعل الاحساس بالذنب.